السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا بينا نعمل مشروب حلو قوي في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا الاولاد ابتدوا دروس، مش دراسة بس دروس بقى وكده، فعايزين ايه؟ نديهم شوية طاقة بالقنبلة. انا مسمياه القنبلة. تعالوا نشوف القنبلة ده عبارة عن ايه. اول حاجه هنبدا بيها، جايبه لتر لبن. تمام. اللي انتوا عايزين تعملوه او الكميه اللي انتوا عايزينها هتعملوها كوبايه، نص لبن، كيلو لبن، زي ما انتوا حابين. تمام. ده بسكوت بوريو، جايبه 4 اكياس. ودي كيكايه بس هوهوز اللي هي بالشوكولاته جواها كريمه، كيس نسكويت، كيس كريم شانتيه. تمام. سهل جدا وبسيط وما بياخدش وقت، وهتعملي على قد ما انت عايزه. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. اول حاجه هنبتدي بيها، جبنا اللبن بتاعنا ساقع، هنحط فيه كل المكونات بتاعتنا. حطينا كل البسكوت، ممكن تكسريه كده كده، هنضربه في الخلاط. تمام. انا هقلل اللبن شويه وبعد كده هكمل ضربه تاني بيه، علشان كده مش هينفع احط بقيه المكونات عشان هو كده كتير، فهقلل اللبن شويه واضربه معاكم وهقول لكم هنحط ايه تاني. كده قللت اللبن بتاعي شويه، حطيت كل المكونات فيه، النسكويك والكريم شانتيه والبسكوت والكيكه وكل حاجه. مش هنحط سكر لان كل المكونات اللي عندنا في قلب اللبن فيها سكر. احتاجنا ضربناه ودقنا واحتاجنا سكر، هنحط من معلقه ل2 حسب ما انتوا بتحبوه. تمام. انا هضربه بالهاند بلندر، عايزه تضربيه بالخلاط ماشي، بالهاند بلندر تمام، اي حاجه. هنضربه وهوريه لكم علشان الصوت، بس هضربه وهوريه لكم على طول. كده ضربناه. عايزه اقول لكم طعمه جامد جدا جدا جدا، وريحته حلوه قوي. من المكونات اللي احنا حاطينها حاجات بسيطه بس بتدي طاقه كده وحاجه حلوه قوي. يلا نصبه في الكوبايات. انا سبت كام بسكوته عشان هنزين بيها بس كده من فوق الوش، شكل بس كده. هنصبه بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده صبيناه في الكوبايات او الكاسات بتاعتنا. عايزه اقول لكم تقيل جدا وطعمه حلو قوي. هنجيب بقى شويه ايه، انا كسرت شويه البسكوت، هنحطه بس كده من فوق الوش. عايزين بس ايه، منظر حلو كده. جربوه لولادكم هيحبوه جدا، لان انا عارفه ان الاولاد والاطفال بيحبوا الحاجات اللي ايه، الحاجات زي اللي من بره. ده عامل زي اللي يكون لبن بالشوكولاته، بس فيه مكونات حلوه قوي. طعمه هيعجبكم طبعا، هتدوقوه ولو عجبكم او طعمه حلو ماشي، مش عايز سكر هتحطوا له سكر تاني. وجربوه بالطريقه دي والفكره دي باي كميه انتوا حابينها، وجربوه قولوا لي رايكم ايه. تنسونيش في اللايك والشير، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.